دي الخطوات اللي همشي عليها لو هبدأ اتعلم برمجة في سنة 2025. اول خطوة هتفرج على كورس CS50 من جامعة هارفارد، والكورس ده هيعرفني هل المجال ده مناسب ليا ولا لا. ولو ما فهمتش بالانجليزي هتفرج على كورس غريب الشيخ على اليوتيوب، وبعد ما اخلص الكورس بالكامل ساعتها هقدر اقرر اني اكمل في البرمجة ولا لا، وساعتها هيكون عندي خلفية عن المسارات البرمجية الموجودة، وكمان هعرف المسار المطلوب حاليا وفي المستقبل. وبعد ما قررت اني اكمل في تخصص معين هروح وابحث عن خريطة او رود ماب علشان اتعلم التقنيات والادوات الخاصه بالمسار ده، وهستخدم موقع roadmap.sh علشان اعرف التقنيات دي. بعدها هيكون عندي اختيارين، اما اتعلم من المواقع اللي موفرها لي الخريطه دي، او اني اخد اسم التقنيه والاداه وابحث عن كورس ليها على اليوتيوب او يودامي وتكون مجانيه تماما. وكل تقنيه هتعلمها هطبق عليها بمشاريع واحطها في البورتفوليو بتاعي، وده هيزود من فرصتي في سوق العمل واقدر انافس وانا عندي خبره من المشاريع اللي انا اشتغلت عليها. وبعد ما اخلص 70% من التقنيات الموجوده في المسار بتاعي هبدا ادور على وظائف واشوف المواصفات والتقنيات بتاعه الوظيفه الخاصه بالمسار بتاعي، ولو في حاجه ما اعرفهاش هروح اتعلمها واطبق عليها واضيفها في البورتفوليو بتاعي. لايك وفولو وتحول لمبرمج.